سالت نفسك قبل كده ايه احسن كشري في اسماعيليه؟ فعشان كده عملنا الحلقه ديت لاهم اكله مصريه وهي الكشري. جبنا بقى الحلقه ديت كشري صبحي، كشري الطيب، واغلى واحد فيهم كشري ستريت. فهنبتدي بارخص واحد فيهم وهو كشري صبحي كان ب 15 جنيه. احنا جبنا اقل عبوه من كل مطعم. ده كده محتويات الكشري. بسم الله. هو المفروض كنا نوزنه كده ونشوف، بس الفكره كلها ان كل مطعم عنده بسعر، اقل علبه بسعر، فعشان كده مش هنوزنه. وكمان برضو ان كل مطعم في مكان معين، فكل واحد بيعمل المقاس اللي ماشي عنده، فعشان كده مش هنقارن ما بين الاوزان خالص، هنقارن ما بين الطعم والسعر بس. احنا هنخش على طول في الاكل. بسم الله. نبتدي بقى كشري. بس هو كشري حلو، طعمه حلو مقبول. هي الفروقات هتظهر لما نجرب الاصناف الثانيه. الصلصه كان طعمها حلو، كشري مظبوط. نخش على بعض ونسيب التقييم في الاخر. تاني واحد هو كشري الطيب، كان بسعر 20 جنيه. بدانا نعلى شويه. العلبه اللي هي الورق الحراري دوت احسن شويه، احسن من البلاستيك. بسم الله. الناس دوق الصلصه كده لوحدها، انا دوقت في الاولاني. الصلصه هنا طعمها مركزه اكتر، دقه بقى حته لوحدها كده. هنا برده طعم الليمون ظاهر قوي. صبحي اللي فات كان الحاجه كلها كده تحس مخففه شويه. يلا بينا نقلب. هو المكرونه هنا باين ان هي كتير قوي، الرز هناك كان اكتر. بصوا اصلا الكشري اغلبه مكرونه. بسم الله. بصوا هو هنا في ميزه وعيب. الميزه ان الصلصه طعمها حلو جدا، الدقه طعمها حلو جدا مركز، بس هنا حرفيا الكشري كله مكرونه وفيها نسبه نيان كده بسيط، فده اللي ما عجبنيش في الكشري، لكن كتركيبه برده هو حلو شويه. نخش على اللي بعده ونسيب المقارنه دي برده في الاخر. واخر واحد معانا وهو كشري ستريت. انا ما كنتش داخل محل كشري، ستايل المكان نفسه كان رايق جدا، افكار كده هم عاملينها جديده. صدمه لما انا شفت كده ان ديت طلعت ب 30 جنيه. ده كده كيس الصلصه، علبه شطه مش كياس، وعلبه دقه، وفي مناديل لا لا لا، يعني 30 جنيه يا جدعان، 30 جنيه. بسم الله. انا فتحت العلبه شميت ريحه بصل حلوه قوي، زي ريحه البصل بتاعت البيت بالظبط. هندوق بقى الصلصه لوحدها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف، صلصه بيت، حرفيا صلصه بيت، اكن الكشري اللي انا باكله في البيت بالظبط. التانيين كشري محلات عادي يعني. حتى بص الصلصه نفسها كده تحس فيه قوام متماسك. ندوق برده الدقه لوحدها. بصوا هو هنا مركزه ونفس دقه البيت. كشري ستريت لغايه الان كل الحاجات اللي انا عمال اتكلم عليها نفس طعم البيت بالظبط. وندوق بقى، يلا نقلبه كده تقليبه. هو العلبه صغيره 30 جنيه، بس على الريحه والشكل اللي انا شايفه ده يعني هنشوف يستاهل ولا لا. وبصوا في رز كتير هنا برده كده، الرز باين جدا ان هو كتير، فدي حاجه عجباني جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حرفيا كشري بيت يستاهل 30 جنيه والله. بصوا احنا كسعر كشري صبحي كان ب 15، كشري الطيب كان ب 20، كشري ستريت كان ب 30 جنيه. بس بصراحه كجوده او كطعم انا عجبني، مع احترام الاراء كلها. دي اكتر حد عجبني جدا في الكشري، كشري ستريت، اكني باكل الكشري في البيت بالظبط. 10 من 10 ما فيهوش ولا غلطه. بعد كده كشري صبحي كان كويس بالنسبه لسعره. الصلصه والدقه كانت خفيفه شويه، بس كمكونات مع بعضها كان طعمها احسن. هنا المكرونه كان طعمها فيها نشفان كده، والرز كان قليل جدا، فبصراحه ما عجبنيش قوي كشري الطيب، لكن دوت اكتسح. وبكده تكون الحلقه خلصت. اتمنى ان هي تعجبكم. استنوني في افكار وحلقات جديده. سلام.